اسمحوا لي في الحقيقة النهاردة احنا بنحتفل بجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان احنا النهاردة قدرنا نحقق حلم بجد. البروج مصر قدرنا ان احنا نكون من اولى الشركات اللي موجودة في العاصمة الإدارية في حجز قطع الأراضي، واولى الشركات الحمد لله رب العالمين اللي احنا قدرنا ان احنا نشغل جميع البراندات الحقيقية الموجودة. قدرنا ان احنا نستقطب جميع البراندات المالتي ناشونال. احنا بنفتخر اننا جزء من نهضة العاصمة الإدارية اللي بقت واحدة من اهم المشاريع القومية في مستقبل مصر، ووجودنا هنا بيعزز رؤيتنا اننا نكون جزء من هذا التحول الكبير. برحب بالسيد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس، والسيد اللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية على تشريفهم النهاردة. مشروع 60 ووك 1 و 60 ووك 2 إجمالي المساحة البنائية البيلت أب اريا للمشروعين تقترب من 100,000 متر مربع، موزعة إلى أرضي و7 أدوار وروف في كل مبنى. السوبر ستراكشر تقريبا 25,000 متر مربع، في المبنيين يكونوا 50,000 متر مربع. أنا سعيد إن أنا بحضر افتتاح أي مشروع من المشروعات في العاصمة الإدارية، وخصوصا المشروعات الخدمية. طبعا مشروع زي اللي احنا فيه النهارده بالأسامي اللي موجودة فيه طبعا مهمة جدا. الأنشطة دي ما كانتش متواجدة في الفترة الحالية، وخصوصا في الحي الحكومي. المحلات اللي فتحت النهارده من 6 شهور كانوا بيفكروا يجوا ولا ما يجوش. النهارده احنا عندنا 50,000 موظف موجود في هذه المنطقة غير المترددين عليها، فبقى يعني أعتقد سوق كبير. مرة تانية بهني شركة بروج مصر وأتمنى لهم التوفيق.